عبد الرزاق حمزه، كاتب عام الاتحاد الجهوي للنقابات بصفاقس وعضو الهيئه التسييريه على مستوى الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسي. احنا اليوم عملنا وقفه احتجاجيه وعلقنا النشاط العمل الاداري نتاعنا احتجاج على الاداره اللي طلبنا منها في يوم ما باش تصلح جميع عوان قوات الامن الداخلي، ترجع لنا الاسلحه الفرديه نتاعنا كيف غادره، قاعدين نتنقلوا برخص، هذا الكل ما يتمشاش في الوقت الحاضر. احنا مطالبنا خاصه تو في الوقت الحاضر هي تصليح جميع عوان قوات الامن الداخلي، ترجع لهم مفروضاتهم والاسلحه الفرديه نتاعهم، وبعد القانون الاخر نشوف فيه بالمرحله ونستناو، احنا مستعدين باش نستناو. اما توا المطلب الرئيسي هو تصليح جميع عوان قوات الامن الداخلي. والاضراب الاداري الاداري بالنسبه للنسيج الامني نتاعنا 3 ايام. بالنسبه للنسيج نتاعنا، النسيج الامني نتاعنا ما مسيناهوش، بل زدنا عززناه. الدوريات موجوده، حمايه العمله موجوده قاعده تخدم على روحها، الدوريات المرور قاعده تخدم وقايمه بواجبها في المفترقات وشفتوه. 197 قاعد يخدم على ذمه كل مواطن يطلب 197 الا يستجيب للمطلب نتاعو. احنا علقنا العمل الاداري، ما نخرجوش لا بطاقه تعريف لا باسبورات لا شهاده اقامه ولا بيترو، هذوما ما نخدموهمش. في انتظار الاداره تو ترجع لنا الاصلاحات نتاعنا وتجهزنا بالاسلحه نتاعنا، من تو نخدموا على روحنا، واحنا نخدموا راهو قاعدين نخدموا، اما علقنا النشاط الاداري بس. بارك فيكم في زميلكم اللي توفى. لا يوريك سو، والله يرحمه والله يرحم كل شهيد، وما زلنا نقدموا. انا راهو مانيش خايف من الموت، انا نحب نموت وانا ندافع على البلاد. اكيد. ما نحبش نموت وانا مدغور، انا نحب كي نموت ندافع على الدوله صحه، وما زلنا نعطيو شهداء، واحنا مشروع شهاده وما زلنا نعطيو برشا شهداء. اما نحب نموت وانا ندافع على بلادي، ما نحبش نموت وانا مدغور، يجي واحد يدغرني بموس من تالي ويضربني بساطور، لا ما نحبش. انا نتمنى نموت شهيد، وما ثماش بوليس ما يتمناش يموت شهيد، اما باش نموت مدغور لا، مانيش طالب باش نموت مدغور.